هنعمل النهاردة بسكوت العيد وهيطلع معاكي هش وخفيف ومقرمش وهيطلع ناجح جدا من أول مرة. هنعمله ب5 مكونات بس، مقادير وطريقة مضمونين 100%. هنسمي الله ونجيب معانا كيلو من الدقيق، عليه معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر ومنخولين كويس قوي، وعليهم 600 جرام من الزبدة الساقعة وفانيليا و5 بيضات و3 كوبايات الا ربع سكر باودر. هي دي المقادير اللي معايا كلها. اول حاجه بجيب معايا العجان، بحط فيه السكر الباودر والزبده الساقعه وبضربهم كده بسلاح الكف ده، شايفين اللي هو على شكل كي، لحد الخليط ما يفتح ويبقى كريمي وينعم معايا خالص. لو ما عندكيش العجان هتعملي الحركه دي بايديكي، بس هتعمليها بسرعه جدا لحد ما توصلي للون والقوام ده، شايفه توصلي كده للون والشكل ده. بعد كده بحط الفانيليا على البيض وبضيف البيض بيضه بيضه. مهم قوي التكنيك هنا ان احنا نضيف بيضه بيضه، ما بضيفش البيضه التانية الا لما البيضه الاولانيه تكون اختفت، لان لو ضفتوا البيض كله مره واحده العجينه هتفصل وهتبوظ منكم، خساره والمكونات غاليه. بعد كده بعد ما بضيف البيض بيضه بيضه وبتاكد كده ان هو خلاص كله اتخفق كويس، بضيف الدقيق على مرتين، ما ببالغش خالص في الخلط. يعني بضيفه اول مره، اول ما يختفي بضيف بقيه كميه الدقيق، يا دوبك بس العجينه تلم معايا وخلاص، ما بزودش عجن خالص هنا. بجيب التب بتاع المشط كده، بصوا بيبقى من تحت زي المسطره كده، ومن فوق كده بيبقى بسنون مشرشره، هو ده بتاع البسكوت. بحطه كده في كيس الحلواني، وبحط العجينه في كيس الحلواني بس مش مره واحده، بحطها كده على كذا مره، وكل مره كميه قليله عشان يبقى سهل عليكي وانت بتقطعي البسكوت كده، ما يبقاش تقيل على ايدك كده والبسكوت يطلع ما يطلعش مظبوط. دي اسهل طريقه، ان انت تحطيه على كذا مره، كل مره تحطي كميه قليله. بجيب الصاجات كده اللي هحط فيها البسكوت، وما بحطش فيها ولا سمنه ولا زبده ولا ورق زبده ولا اي حاجه خالص، والبسكوت بيطلع مقرمش ومظبوط وما بيلزقش خالص. بجيب بقى كيس الحلواني كده وبقطع كده البسكوت، شايفين؟ اهم حاجه سواء عملتهم جنب بعض او تحت بعض ان انا اظبط ايدي، عشان صاجات البسكوت كلها وحجم البسكوت كله يطلع نفس الشكل. يعني اظبطي ايدك كده في المره الواحده، يعني اعمليهم يا اما جنب بعض بالعرض، يا اما بالطول، بحيث كل الكميه معاكي، كل كميه كيلو بسكوت تطلع معاكي كلها نفس الحجم. خلاص بعد ما قطعته كده، مهم قوي السوا معايا بقى، اهم حاجه في الموضوع. بدخله اول حاجه على حراره 200 لمده 8 دقائق، بخلص كل الصاجات معايا بالشكل ده. بعد كده بعد ما بيبرد بضم الصاجات كلها، كل صاجين في صاج كده، وبدخله على 140 لمده 32 دقيقه. يبقى كده البسكوت كله سواه معايا اول عن اخر 40 دقيقه. 8 دقايق على 200، بعدين بطلعه يبرد وبضم الصاجات، بعدين 32 دقيقة بالظبط على 140. هيطلع معايا هش ومقرمش ولونه ذهبي وتحفة زي ما انتوا شايفينه كده. بجيب البسكوت بقى وبقدمه كده في طبق التقديم، ومعاه شاي بلبن طبعا، يا جماله كده اول يوم العيد مع الشاي بلبن. شايفين البسكوتة؟ تحسوا ان هي كبيرة بس بصوا خفيفة، ملهاش وزن خالص. يعني بصوا اول ما عملناها في الصاجات تحسوا ان هي كانت رفيعة، بس بعد كده زادت معايا في الفرن لان هي عليها بيض وبيكنج باودر، فالحاجات دي بتخليها تنفش معايا وتبقى عامله كده. بصوا البسكوته كبيره بس خفيفه، خفيفه خالص ملهاش وزن. وصفه حلوه جدا، مضمونه جدا، ان شاء الله باذن الله هتبقى وصفتكم المعتمده. كل سنه وانتم طيبين.